السلام عليكم ورحمة الله. الأهلي يسحق الزمالك برباعية في الإياب وخماسية في الذهاب ليؤكد أن انسحاب الزمالك من مباراة السوبر. الزمالك أفلت من خسارة كبيرة وثقيلة وتاريخية في مباراة السوبر. خبراء التحكيم يؤكدون أن ركلة الجزاء التي حصل عليها الزمالك في القمة غير صحيحة، لأن من البداية كان هناك خطأ على الجزيري ضد محمد عبد المنعم. حسين الشحات يحصل على جائزة رجل مباراة الأهلي والزمالك بعد تسجيله ثنائية مميزة في المباراة. هجوم عنيف من جميع المحللين الذين ينتمون للزمالك على أوسيريو بسبب الطريقة التي بدأ بها مباراة الأهلي والتي تسببت في خسارة كبيرة للفريق. كولر يكرر ما فعله حسام البدري في موسم 2016-2017 ويفوز على الزمالك ذهابا وإيابا في الدوري. الشناوي يواسي زيزو ويكبر رأسه بعد المباراة ليؤكد على الروح الرياضية التي يتمتع بها الكبار. علي معلول يصبح تاني أكثر لاعب أجنبي تسجيلا للأهداف في تاريخ الديربي بين الأهلي والزمالك برصيد 4 أهداف، ويصبح على بعد هدف واحد من معادلة رقم فيلافيو. محمد شريف يسجل للمباراة الرابعة على التوالي في الزمالك ويرفع رصيده إلى 7 أهداف في قائمة هداف القمة، ويصبح على بعد هدفين فقط من معادلة رقم العميد حسام حسن والذي يتصدر القائمة ب9 أهداف. الكاف يعلن انطلاق دور السوبر الأفريقي 21 أكتوبر القادم بمشاركة 8 أندية أفريقية. كريم ندفيد وسعد سمير ومصطفى البدري يودعون لاعبي فيوتشر بعد انتهاء إعارتهم ويعودون للأهلي لمناقشة موقفهم. نادي زد يتمم اتفاقه مع علي اللطفي في الأمور المالية واللاعب يقترب من الانضمام لهم بشكل نهائي. الأهلي يدرس الاكتفاء بالشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، وذلك جاء بعد المستوى الرائع الذي قدمه حمزة علاء مع المنتخب الأولمبي أو مصطفى شوبير في نهائي أفريقيا. رابطة الأندية تعد الجماهير المصرية بزيادة عدد الجماهير في الموسم الجديد وتحسين جودة تصوير المباريات. خوان كارلوس أوسيريو مدرب الزمالك: أخطأت في التشكيل في بداية المباراة، أنا المسؤول عن الهزيمة أمام الأهلي وليس لدي مشكلة بالاعتراف بالخطأ. أعتذر للجماهير، كنت أرى أن شيكابالا وزيزو وفتوح سوف يصنعون الفارق لكني أخطأت. صفحة وانتهت ولم نبكي عليها. منتخب مصر يقع في مجموعة بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026. وسط اهتمام الأهلي وبيراميدز باللاعب، الصحافة المغربية تؤكد أن رضا سليم رفض كل إغراءات الجيش الملكي للاستمرار مع الفريق ويصر على الرحيل للأهلي المصري. بعد انتهاء الصفقة مع ميتلاند، إمام عاشور يخضع اليوم للكشف الطبي بالأهلي خلال ساعات تمهيدا لانتقاله بشكل رسمي للقلعة الحمراء. سيد عبد الحفيظ: كان من المهم أن نقدم مباراة تليق بنا بعدما حققنا كل الألقاب هذا الموسم. بالفوز اليوم أستطيع أن نشعر بالسعادة في ختام موسم جيد، وأردنا أن يستمتع الجمهور بالأداء وخضنا المباراة مسؤولية كبيرة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.